الاسبوع الرابع كله. هل الحكم طبعا هو التمركز بتاع الحكم اكيد هو اللي خلاه ما ياخدش باله من الكوره. طب المساعد ما يشوفهاش كمان؟ يعني ده الدنيا كلها يعني الراجل الغريبه كمان كابتن هاشم بدون قطع كلامك، ولا واحد اعترض من التعدين. انت عارف ليه ما اعترضوش؟ لان الكوره اتردت عليهم كانت ممكن تيجي فيهم جون، فهم اللعب خدهم. بس هو يعني هم لعيبه طيبه في كره القدم. يعني واحنا قاعدين قلنا ايه؟ فاكر احنا قاعدين قلنا لو الكوره دي للنادي الاهلي او الزمالك كان ايه اللي حصل؟ يعني لو الكوره زي دي حصلت هجمه نادي الزمالك او نادي الاهلي، الحارس كان هيطرد. الحارس كان هيطرد على طول، ما هي مالهاش. ما هو الكابتن جمال غندور لك طرد. ما ينفعش طرد. بس هو يا طبعا احنا شايفينها من هنا، واكيد المفروض الحكم شايفها اول مساعد. طب الحكم كان فين في اللقطه دي؟ هو في نص ملعب الفرقه النصر بايده يا كابتن، بس هو ايده بعيده عليه، مش جنب صدره حتى. يعني لو هو قال انا كنت فاكرها جت في صدره، هو ايده بعيده عن الصدر. ماشيه يعني بص صد عاديه جدا كده الوقت تحت الثلاث خشبات. يعني هو فعلا هو لو واقف في الجون يعني ممكن ما يصدهاش كده يعني. صحيح. وبعدين اللعب اشتغل عادي يعني، ما غريبه يعني، ما ده الغريب. المساعد فين؟ طيب شايفها دي خبرات الدوري الممتاز عندهم مش قويه، ان في لعيب عنده خبره، وانت فاهم طبعا، والكابتن علاء فاهم يا كابتن. هيروح يعترض تضغط الحكم واحد واثنين وثلاثه واربعه عشان يديك كده يا كابتن. هي مش هم ما ضغطوش الحكم من زمان. هي مش محتاجه ضغط اصلا، ده باينه واضحه للدنيا كلها. وبعدين برضه انا كنت عاوز ارجع للكلام اللي قاله الكابتن اشرف خضر على التغييره بتاعت شكري. انت